وجه السيسي وانقلب على الشرعيه، والسيسي كان عارف ومتاكد ان ده انقلاب عسكري وما كانش همه اي حد، كل اللي كان رابه المجتمع الدولي. بس تصدقوا ما تصدقوش، يسقط حك العسكر. انا ما بحبش الكدابين. حاضر يا باشا، حاضر والله حاضر. ويسأل هسألوا لك هتجاوبوا بكل وضوح. حاضر يا باشا، حاضر. انت بتقول ان المجتمع الدولي بيخوف الفريق الاول عبد الفتاح السيسي؟ ده ابن 60 كان ايه؟ اللي يقول كده يا باشا يبقى معاه حق. اخلص. حاضر. الكلام ده عندك يا حسين. يبقى ابن 60 كلب. انت متهم بإهانة وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. والمصعب بقى انت القائد الاعلى للقوات المسلحه. قصدك ايه؟ قصدي يا باشا يعني ما طول السنه اللي فاتت كان باسم يوسف بيسخر من الريس وبيتريق عليه كمان. دي كانت حرية الرأي يا روح أمك. يعني زمان كانت حريه راي ودلوقتي يعني البلد ماشيه بالكوسه. اخلص يا كلب. ايش الكلام ده عندك يا حسين؟ البلد ماشية انت هتتنفخ بالكوسة. والله العظيم حرام اللي بيحصل لي ده. ايش الكلام ده يا حسين؟ الراجل قال حاجة، ده انت حمار. ايه؟ تشتم وزير الدفاع يا كلب، هي حصلت، ده القائد والبطل والثروة. هي ايه بقى اللي السيسي كان بيحكها مع الشعب؟ لا يا باشا، وانت الثاني ما كانش بيحكها مع الشعب، ده كان بيحكها في الشعب. ايش الكلام ده يا حسين؟ كان بيحكها في الشعب. عايز تقول حاجة تاني؟ يا باشا عايز اقول حاجه. عايز اقول ان انا مش ارهابي ولا انا بطلي ولا انا متهم اساسا. انا واحد كنت قاعد في حالي وانت اللي قلت في انتخابات رئاسه وان صوتك ده مهم ولازم تنزل وتنتخب، ولو ما انتخبتش في غرامه عليك 500 جنيه. نزلت وانتخبت ومشيت 6 ساعات عشان انتخب الراجل اللي انا عاوزه، والحمد لله الراجل اللي انا انتخبته نجح وبقى رئيس للجمهوريه. فجأة لقيت البلد بقى حالها واقف وما بتتقدمش خطوة واحدة. قلت عادي، ما كل الدنيا كده ومفيش حد كويس وهو مش ملاك، بس بكرة الناس كلها هتساعده وهتقف جنبه ونخرج كلنا من الأزمة دي. بس للأسف ما لقيتش حد بيساعده، ولقيت كل الناس واقفين ضده وعاملين يتريقوا عليه ويسخروا منه. قلت لي ديت حرية وكل واحد ليه حق يقول اللي هو عاوزه. قلت وماله، ما في الآخر كلنا مصريين. فجأة لقيت الرئيس اللي أنا عايزه مش موجود، واللي أنا انتخبته واديت صوته مشي، وحطيت واحد أنا معرفهوش. ولما نزلت أعبر عن رأيي وأتمسك بصوتي قلت إن أنت كده بتضر بالأمن القومي ولازم ترجع بيتك ومفيش حاجة اسمها حرية. قلت لكم أنا مش هأذي حد ولا هأذي بلدي ولا أهلي ولا إخواتي. قلتوا عليا إرهابي وبلطجي، وفي الآخر فوضت العسكر عشان يقتلني. ايه في المحضر يا ابني؟ لا استنى، في حاجة أنا عايز أقولها. يسقط حك العسكر.